يصادف اليوم الذكرى السنوية الرابعة للمجزرة التي ارتكبتها الحكومة الصينية في كاشغار. ندعو للشهداء الوطنيين الذين قتلوا على يد الحكومة الصينية في هذه المجزرة، والبطل الوطني الذي تم اعتقاله وسجنه من قبل الحكومة الصينية في 28 من يوليو عام 2014 بسبب نشره أخبار هذه المجزرة، بحيث تجمع الإيغور في بلدة إيليليك مقاطعة كاشغار للاحتجاج على سياسات الحكومة الصينية العنصرية وجميع أشكال التمييز وأساليب الاضطهاد التي تمارسها الحكومة. وقامت قوات الحكومة بقمع هذه الاحتجاجات وارتكاب المجزرة، وأعلنت الحكومة للعالم عن وقوع 96 شهيدا في هذه المجزرة، ولكن الأرقام الحقيقية كانت أكبر بكثير، بحيث تجاوز عدد الشهداء الفعلي أكثر من 2000 شهيد. وفي هذه الذكرى قال المدير التنفيذي لمركز تركستان الشرقية للأخبار عبد الجليل قرقاش: يواجه شعب تركستان الشرقية منذ عامين إبادة جماعية غير مسبوقة، وهذه المجزرة منذ 4 سنوات كانت جزءا من خطة الحزب الشيوعي الصيني في محاولات الإبادة الجماعية للإيغور، وقد دعا جميع المنظمات وشعوب العالم لوقف هذه الإبادة الجماعية ضد الإيغور من قبل الحكومة الشيوعية الصينية. أفادت شبكة بوكس نيوز في 27 من يوليو أن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ستراجع تطبيق الصين لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري في 10 وحتى 13 من أغسطس القادم. ووقعت الصين هذه الاتفاقية عام 1981، وبالرغم من ذلك فإن منظمات حقوق الإنسان الدولية أدانت منذ فترة طويلة سياسات الصين اتجاه الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة الأخرى في منطقة شينجيانغ والتبت. وقد أصدرت حكومة هيومان رايتس ووتش تقريرا في 25 من الشهر الجاري تحدث فيه أن السكان شينجيانغ من الإيغور معرضون للاحتجاز والاعتقال في أي وقت. ويقتبس التقرير الإحصاءات المقدمة من مسؤولين الصينيين، بحيث بلغ عدد الأشخاص المعتقلين في منطقة شينجيانغ من الإيغور عام 2017 ما يقارب 8 أضعاف الأشخاص الذين تم اعتقالهم عام 2016. وبلغ عدد الأشخاص الذين اعتقلوا في شينجيانغ عام 1999 بسبب جرائم جنائية 21 شخصا. ذكرت صحيفة ايبوتش تايمز في 27 من يوليو في تمام الساعة 1 من بعد ظهر يوم 26 من يوليو وقع انفجار أمام السفارة الأمريكية في الصين، وقام عدد من الأشخاص بالتقاط صور للتفجير من موقع الحادث. وقامت شرطة خاصة بترتدي ملابس مدنية باختطاف امرأة كانت قد قامت بمشاركة الفيديو مع أشخاص آخرين، وتم استجوابها في مكتب الأمن الداخلي في بكين. ارتفع إنتاج كازاخستان من النفط والغاز بنسبة 6.4% في عام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017، بحيث كانت توقعات السلطات في أن الزيادة في الإنتاج بنسبة 1% من النفط وفارس 8% من الغاز الطبيعي، ولكن كانت الزيادة أكبر من ذلك. وقال وزير الطاقة الكازاخستاني إن إنتاج الغاز سيزيد إلى 104 ملايين طن بحلول عام 2025. قام المستوطنون اليهود بمصادرة أراضي صالحة للزراعة في قرية فلسطينية على الجانب الغربي من نهر الأردن. وقال مسؤولون حكوميون فلسطينيين إن مجموعة من المستوطنين اليهود أشعلوا النيران في بيوت في قرى جنوب نابلس. في مساء 27 من يوليو أبهر الخسوف الكلي للقمر ومعه المشتري في أقرب نقطة من الأرض منذ 15 عاما. وتحدث ظاهرة الخسوف عندما يقع القمر على خط واحد مع الشمس والأرض ويتم حجب ضوء الشمس عن القمر. وهذا أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21، بحيث استمرت الظاهرة لمدة 1 ساعة و43 دقيقة.